السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة في البازار في المتحف المصري. البازار جزء من المتحف المصري، هو جوه المتحف. اي حد جه المتحف المصري يقدر ياخد منه التذكار، فيبقى تذكار فرعوني بيعبر عن مصر. البازار ده بقى فيه تماثيل صغيرة زي تمثال توت عنخ آمون وتمثال الإلهة إيزيس، وفيه كتب ومطبوعات عن الحضارة المصرية، وفيه مصنوعات يدوية ومنتجات فنية زي السجاد والفخار والحاجات اللي بتعكس الحضارة المصرية، وفيه مجوهرات تقليدية مقتبسة من الزخارف المصرية القديمة، وفيه مصنوعات جلدية، حقائب وأحزمة، والأسعار فيه أغلى من أي حتة تاني، وده بسبب جودتها العالية، وإن الحاجات اللي فيه ده أصلا مش موجودة في أي مكان. البياعين بيكون عندهم معلومات عن تاريخ القطع المعروضة، فأنت ممكن قبل ما تشتري أي حاجة تسأل البياع وهو يحكي لك القصة بالتفاصيل. بص الكوبايات دي أخد من المال. نعم. هي ايه دي؟ السفينة دي مجسم سفينة. طب هتعمل ايه بمجسم سفينة؟ طب أنا ازاي؟ طب شوفيه بكام؟ بصي خنجر الملك توت عنخ آمون. الكتاب ده فيه العملات المصرية القديمة والحديثة كلها، العملات الورقية والمعدنية. ده كان فيه عملات أول مرة أشوفها، ما كنتش عارفة إن هي بتاعتنا أصلا، ما عرفتش إلا من الجنيه اللي احنا عارفينه الموجود حاليا. وكمان فيه الطوابع البريدية بتاعت مصر كلها، ومكتوب عليها الرموز المصرية القديمة وترجمتها لحروف دلوقتي. انت ايه؟ اسألي كده التابوت ده بكام؟ اسأليه اسأليه قولي يا عم ده بكام؟ استني مكتوب تحتيها اهو. يا لهوي ب900 900 جنيه. التابوت ده
كان عجبني. سألنا عن سعره، الصغير بس ب900 والوسط ب1500. ما سألناش بقى على الكبير. ايوه بس بنتكلم عن شايفين المسلة الصغيرة قوي دي؟ سألنا عليها لقيناها ب700، حطيناها مكانها. هات ايه طيب؟ على البوابه الاولانيه ولا الثانيه؟ بره ولا دخلت اول بوابه؟ طب شوفي ده. ودي هي الحاجات اللي انا جبتها. دي القطة الصراحة مش عارفة هي بستيت ولا سخمت، بتلخبط من شكلهم، بس تقريبا هي بستيت. وده الجمل انا جبته من الاهرامات. وده برضه جبته من المتحف المصري، عليه القطة سخمت دي تقريبا عشان هي اللي كانت متنمية شوية. ودي الملكة نفرتيتي، وده ابو الهول والاهرامات التلاتة، وده توت عنخ آمون، ودي عين حورس، ودي تقريبا كده ملكة مش عارفة، وممكن تكون ديت حتشبسوت. ودي مسطرة مكتوب عليها الرموز المصرية القديمة بالترجمة بتاعتها، ودي الأميرة نفرتيتي. تعالوا نكون كده اسمي. دي طبعا الرسومات هي الأحرف، يعني مثلا اللي شبه العين ديت حرف الآر، ودي مثلا فين وده مثلا حرف A، وده حرف T. ودي الرموز المصرية القديمة، ودي ترجمتها بالانجلش. المربعين دولت حرف B، والحاجة الغريبة دي حرف S. ودوت كان فيه منه شكل أكبر، لكن الموميا اللي جواه دي بتتشال، وكمان كان لونها أبيض. ما ديت عجبتني أكتر إن هي لازقة ومش ممكن تضيع، وكمان عشان هي باينة أكتر إن هي موميا سودا، والجسم والتفاصيل حلوة قوي. والتابوت ده ملون فعجبني أكتر. التابوت التاني كان أسود في أسود حتى ده، والموميا اللي جواه كانت بيضة وراسها مكسورة. رأيكم ايه بقى في الحاجات اللي انا جبتها؟ بصوا يا موز دي الطاقة. استنوا كده، الطاقة وديت استني هترجم الكلمة. بصوا هترجم الكلمة دي وبعدين هترجم الكلمة دي. ديت طاقة، وده حرف الW، وديت عاملة زي المشطة اللي هي الN. ده N ولا N؟ ده فيه 2 رسومات بيدلوا على الN بتاع دي ودي. ده حرف الN مايم WN ماشي. ودي ايه دي؟ مش عارفة دي ايه. ودوت عامل زي العصاية في حاجة انا خلاص مش هقرأها بقى عشان فيها حاجات مش مفهومة. طب هنعرف نترجم دي؟ ما اعتقدش ان انا هعرف اترجم اي حاجة. خلينا في لغتنا المصرية العدلة. ودي الحاجات اللي انا اشتريتها، يا رب تكون عجبتكم.